بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فباب شروط النكاح المعني به ما يشترط حتى يكون النكاح عقدا صحيحا، لأنه مضى معنا أنه عقد من جملة العقود، إلا أنه اختص عن بقية العقود ببعض الأحكام التي تناسب غرضه ومقصده. فبقية العقود مضى معنا أنها عقود مبنية على المشاحة وعلى تكميل الحقوق وتوفيتها. النكاح عقد من جملة العقود، لكنه ليس مبنيا على المشاحة، وإنما هو مبني على المكارمة. من أجل كونه عقدا مبنيا على المكارمة، سيأتي أن الشروط التي تشترط فيه أو بعض المسائل التي تشترط فيه يدخل فيها من التغيير والتخفيف ما يناسب هذا المقصد الذي هو المكارمة. وما دام أنه عقد من العقود، إذن لا بد له من شروط وأركان وغير ذلك، مثل ما رأينا في غيره من العقود. عقد البيع لا بد فيه من بائع ومشتر اللي هما العاقدان، وثمن ومثمن، وكل واحد له شروط تتعلق به. عقد النكاح نفس الشيء، فيه عاقدان وفيه ما يعقد عليه. إذن عندنا رجل يريد أن يتزوج امرأة، هذان العاقدان، ويشترط في كل واحد منهما الرضا بشروطه التي سيذكرها. ونعلم من خلال ما سيذكره أن المرأة لا تتولى عقد النكاح بنفسها، لأن في ذلك إزراء بها، ولا يليق بالمرأة أن تباشر العقد على نفسها، فيقتضي ذلك أن ينوب عنها وليها في إبرام العقد، فيكون العقد بدل أن يكون بين المرأة والرجل يكون بين الرجل وبين ولي المرأة، فهذان طرفا العقد. ويكون فيه مهر والمنافع التي تقابله من جهة المرأة، فهذا ما يقع عليه العقد. نحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر، هو الدليل على العقد اللي هو الصيغة. فلذلك تصير المسائل المتعلقة بشروط النكاح وصحته مسائل متعلقة بالعاقدين، ومسائل متعلقة بالمهر اللي هو ما يقابل المنفعة المبذولة، ومسائل متعلقة بدليل العقد اللي هي الصيغة. وسيأتينا أيضا أنه يشترط فيه الإعلان أو الشهود. هذه هي المسائل الأربعة التي يتكلم عليها العلماء في شروط العقد وأحكامه، لكن الشيخ رحمه الله فرقها فلم يذكرها مجتمعة. الصيغة اللي هي دليل العقد، وبعض العلماء يعدها ركنا أو شرطا. الصحيح أنها ليست ركنا ولا شرطا، وإنما هي دليل على الركن وعلى الشرط، لأننا لا نعلم ما وقع بين العاقدين إلا إذا سمعنا الصيغة بينهما. هذه لم يعقدها الشيخ في الشروط، وإنما تكلم عليها في الباب الذي قبل هذا في كتاب النكاح، ونص لنا على أنه لا يجب إلا الإيجاب والقبول. تكلمنا عليها بما يناسبها. المهر أيضا لا يتكلم عليه في هذا الباب، وإن كان شرطا ومشترطا، لأنهم يعقدون له بابا مستقلا هو باب الصداق، فستأتي أحكامه. فإذا ماذا بقي ما يتعلق بالعاقدين والشهود أو الإعلان. هذا ما سيتعرض له في هذا الباب.
العاقدان رضاهما والولاية على المرأة، والشهود أو إعلان النكاح. بقية المسائل قلنا واحد سيأتي اللي هو باب الصدق، وواحد مضى وهو الصيغة. شرع في الكلام على أول الأمرين اللي استبقاهما في هذا الباب، وهما العاقدان والولاية على المرأة، فبين أنه لا يصح النكاح إلا برضا الزوجين. فما دام أنه عقد من العقود، وأهم شروط العقد هو التراضي، فإن هذا يدلنا على أنه لا يصح نكاح بلا تراضي. الزوج لا يمكن أن يجبر على الزواج حتى لو كان مملوكا. عرفنا فيما سبق أنه كان أحكام الرقيق اللي كان موجود في الزمن الماضي، لو كان شخص له مملوك يملكه لا يصح أن يجبره على الزواج، ولو أجبره على الزواج لما كان عقدا صحيحا في الأرجح، لأنه يشترط رضاء الزوجين. ومن باب أولى إذا كان حرا لا يستطيع والده أو غيره أن يجبره على الزواج. وكذلك القول في المرأة، لا يصح إجبارها على زواج ليست راضية به. أما في المرأة الثيب اللي سبق لها وأن تزوجت ثم مات زوجها أو طلقت، فهذه بالإجماع لا يصح أن تجبر على الزواج. أما الثيب ففيه خلاف. مذهب مالك رحمه الله أنه يصح لوالدها أن يجبرها على الزواج، والأرجح الذي عليه جماهير أهل العلم مش قلت أما ثيب، أما البكر، نعم، أما البكر اللي لم يسبق لها أن تزوجت، فمذهب مالك رحمه الله أنه يصح إجبارها على الزواج. والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة أنه لا يجوز إجبارها على الزواج، ولو أجبرها والدها على زواج لا ترضى به لكان على الحاكم أن ينقضه ويبطل ذلك العقد. لا يستثنى من هذا إلا حالة واحدة بينها الشيخ رحمه الله في حق الحرة، وهي الطفلة الصغيرة التي ليس لها خيار. فيجوز إذا كانت المصلحة للبنت أن تزوج وهي صغيرة، لا تزال لا تعقل الخيارة ولا تفهم ما فيه مصلحتها، يجوز لوالدها أن يزوجها إذا رأى في الزواج مصلحة لها واختار لها الكفء الذي يليق بها، لأن التزويج لها في هذه الحال مصلحة. لو قيل للوالد لا تزوجها أو لا يجوز أن تزوج حتى تبلغ قد يفوتها ذلك التزويج. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، بنى بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9، ولا تعقل الخيار في ذلك الوقت، وهو زواج لا شك أن فيه لها حظا عظيما وفضيلة جليلة. مثل هذا الحظ والفضيلة لو منع الوالد من تزويج البنت لفاتتها أو فاتها مثل هذا الحظ والفضيلة. فلذلك يجوز للوالد في هذا الحال كما يجوز للوالد أن يتصرف في مال ابنه إذا كان صغير، ولد صغير له مال، وصيه يتصرف فيه بما فيه مصلحة الابن. ونحن نعلم أن المال في الأصل لا بد أن يكون صاحب المال يرضى بذلك كما في العقود وغيرها، لكن الصبي الصغير الذي ليس له تخيير وصيه ووكيله ووالده وغير ذلك ممن لهم عليه ولاية أو وصاية يتصرفون في ماله بما فيه مصلحته. فكذلك هنا كما يتصرف الوالد في مال ابنه أو ابنته بما فيه مصلحتهما، يتصرف أيضا في بدن ابنته بما فيه مصلحتها. والوالد غير متهم على ابنته في رعاية مصالحها إلا إذا ثبت خلاف ذلك ورأى ولي الأمر أن يتدخل لمنعهم من بعض الإضرار بالمرأة، كما يحصل في بعض البلاد. قد تزوج البنت وهي صغيرة زواجا لا حظ لها فيه، وليس الغرض من ذلك إلا مصلحة الوالد فقط. تكون هذه البنت صغيرة يرغب فيها رجل ثري ويكون مسنا، ولا غرض للوالد من تزويجها إلا المال الذي يعطيه والدها. في مثل هذا الحال لولي الأمر أن يتدخل ويمنع من مثل هذا الزواج الذي فيه إضرار للمرأة وإضرار بالبنت، لأن العلماء الذين أجازوا للوالد أن يزوج ابنته وهي صغيرة لا يشترط رضاها بناء على حديث عائشة رضي الله عنها، نصوا على أن جواز ذلك محله إذا اختار لها الكفء الذي
يليق بها. فإذا علم من تصرفه أنه لم يراعي اختيار الكفء وإنما له مقصد آخر اللي هو منفعته هو من المال، فلولي الأمر أن يفسخ هذا النكاح. مثل ما إذا تصرف في مال ابنه الصغير وعلمنا أنه لم يتصرف تصرفا فيه حظ له في المال وإنما تصرف لحظه هو، وإن كان في الوالد في حق الابن لا تأتي المسألة بصورتها بسبب ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، لكن تتصور في المال في غير الوالد كالوصي أو الوكيل أو غير ذلك. إذن هذه المسألة الوحيدة التي تستثنى من رضا الزوجين في حق الحرة. وأما الأمة فقال الشيخ رحمه الله والأمة يجبرها سيدها، وهذا واضح لأنه يملكها ويملك بدنها فله أن يجبرها على الزواج كما قرروا. فهاتان مسألتان. يقول رحمه الله ولا بد من الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نعم، اشتراط رضا المرأة لا يعني أن لها أن تزوج نفسها من غير رضا أوليائها، فإن فرق بين المسألتين. نقول رضاها مشترط، لكن لا يلزم من ذلك أنها تستطيع أن تباشر الزواج من غير إذن أوليائها، بل وليها هو الذي يباشر الزواج عنها، ولكن يكون ذلك برضاه. وسيأتي الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان المرأة في الزواج، إن كانت ثيبا فإذنها باللفظ، وإن كانت بكرا فإذنها بأن تسكت كما سيأتي في الأحاديث. إذن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. والسبب في هذا أن المرأة فيها ضعف وميل إلى العاطفة ولا تعرف أمور الرجال، لا تعرف أمور الرجال، وقد تتزوج بما ليس كفءا لها وبما لا يليق بها، بمن لا يليق بها أن تتزوج به. ولذلك جعل للولي حظ من النظر في هذا، فليس لها أن تتزوج إلا إذا أذن أولياؤها بذلك. ويؤيد هذا أن زواج المرأة قد يدخل الضرر على أوليائها، يعني جعل الولاية على الزواج ليس على المرأة في الزواج ليس من جهة أنها ليس لها الحق في أن تختار من تتزوج به كما قد يظنه بعض الناس، وإنما المقصود العكس. المقصود هو رعاية مصالحها، مثل ما جعل عليها المحرم في السفر حفظا لها ورعاية لمصالحها بسبب ضعفها، فكذلكم هنا تضعف المرأة وتتعامل بالعاطفة وقد تخدع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أولياؤها جعل لهم حظ في هذا، لأن زواجها بمن لا يناسبها يدخل عليهم الضرر. هذا الرجل سيصير صهرا لهم، وأبناؤها يصيرون، وأبناؤه هم أبناؤها أيضا وأبناؤهم، فيصير عليهم من الضرر الذي تدخله عليهم بسبب زواجها بغير الكفء، وهي ليست مؤهلة بما فيها من ضعف وعدم مخالطة للرجال بأن تميز بين من يصلح ومن لا يصلح. فلذلك جعل من مصلحتها هي من مصلحة أوليائها أن يعتبر الولي في النكاح، فلا نكاح في الإسلام إلا برضا الولي. ويبقى النظر في من هو الولي ما هو ترتيب الأولياء في الأحقية، هذا سيذكره الشيخ بعد ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. نعم، إذن هذا ترتيب الأولياء. احنا علمنا أن الولاية في النكاح شرط، ولا تزوج المرأة نفسها في دين الله عز وجل، بل هو أهم الشروط على الإطلاق، هو وجود الولي. وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خالف فيه أهل الرأي ورأوا أنه لا يشترط الولي، ولو زوجت المرأة نفسها فذلك جائز. لكن هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة عليهم، فقولهم لا التفات إليه. لكن من أولى الناس بتزويج المرأة؟ لأهل العلم في ذلك اختلاف في الترتيب. هم متفقون على أن ولايتها في عصباتها، فليس لغير العاصب ولاية. ومعنى ليس لغير العاصب ولاية معناها أن قرابتها من غير العصبة لا مدخل لهم في الولاية، فلا يجوز أن يتولى زواج المرأة خالها، لأن الخال ليس عصبة،
أو أخوها من أمها أو جدها من قبل الأم اللي هو أبو الأم، هؤلاء قرابة لكن ليسوا عصبة، فلا يجوز أن يلي أحد منهم النكاح على أنه ولي، وإنما الذي يليهم قراباتها العصبة مثل الأب والابن والأخ والعم وابن العم ونحو ذلك، فهؤلاء أولياء. لكن إن وجد أكثر من واحد نحتاج إلى ترتيب، كما رأينا أنه إذا وجد أكثر من عاصب في الميراث نحتاج إلى ترتيب. من أهل العلم من يرتب العصبة في الولاية على النكاح كما يرتبها في الولاية في الميراث، فأقوى العصبات في الميراث هو الابن، ثم الأب وإن علا، ثم الابن، ثم الأب، ثم الأخ، ثم العم. بعض العلماء يرتب على هذا، وبعضهم يعكس فيجعلون الأولى هم الأب ثم الأب وإن علا، يعني الأب ثم الجد، ثم درجة البنوة وما يلحقها، ثم الأخوة، ثم العمومة. إذن يصير عندنا في الدرجة الأولى منهم من يقول الابن ومنهم من يقول الأب، واللي يقول الابن يلحق به الابن وإن نزل، يجعله قبل الأب وإن علا، واللي يقول الأب كما هو مذهب أحمد رحمه الله وغيره يجعل الأب والجد أولى من الابن، لأن هذا الباب وإن كانت عصوبة الابن أقوى من عصوبة الجد في الجملة، لكن هذا الباب اللي هو باب التزويج نظر الوالد فيه لمصلحة المرأة أثبت وأقوى وأحكم من نظر الابن، وضرره بغير الكفء أكثر من ضرر الابن. ولذلك فإن من قال بأولوية الأب ضم إلى مسألة قوة العصوبة، ضم إلى ذلك المناسبة في ذلك الموضع، وهذا الشرع اعتبره في أحكام الولاية. ففي الرضاعة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة وجعلها بمنزلة الأم، لأن الخالة أشفق على الابن على ابن أختها من غيرها، وهذا المعنى يدل على مراعاة القرابة في هذا. كل من كان أحرص على مصلحة البنت وأقوم باختيار الكفء لها فإنه ينبغي أن يقدم، ولذلك يكون الراجح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، وهو مذهب أحمد وغيره في أن أولى العصبات بولاية المرأة هو الأب، وهو مقدم على الابن في ذلك، ويدخل في الأبوة الأب وإن علا، يعني الأب إن لم يكن هنالك أب فالجد أبوه، ثم بعد ذلك درجة البنوة فالابن وإن نزل، يعني الابن ثم ابن الابن، والابن على الصحيح له أن يلي زواج أمه إذا كان بالغا رشيدا، ثم بعد ذلك الأخ وابن الأخ، ثم العم وابن العم، وهكذا جمعها الشيخ بقوله ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم، هذا الدليل الذي يدل على نعم عبد الكريم. إذا خولف الترتيب في ذلك لأهل العلم خلاف، ويقول إذا خولف الترتيب يعني إذا وجد الأب زوجها الأخ، أو وجد الابن وزوجها العم، في ذلك لأهل العلم خلاف. إذا كان يوجد القريب من العصبة وزوجها البعيد، من أهل العلم من يجعل هذا أمرا لازما، بحيث أنه يجعل للولي القريب الحق في فسخ النكاح إذا تزوجها الولي البعيد. ومن أهل العلم من لا يرى ذلك، يرى أنه إذا زوجها البعيد في غير الأب، إذا زوجها البعيد مع وجود القريب فإن النكاح يمضي إذا كانت راضية. ومن أهل العلم من يفصل فيفرق بين الأب وبين غيره، ومالك رحمه الله يفرق بين ولاية الأب في الثيب وبين غيره، إذن فيها تفاصيل لا يليق بها هذا الموضع. لكن في الجملة ولاية الأب لا ينبغي أن تنازع، ولا ينبغي أن يقدم عليه غيره، ولذلك إذا كان الأب حاضرا ولم يعضل المرأة فلا بد أن يكون هو الذي يباشر الزواج أو يكون رضي بذلك. وهذه تحصل في كثير من المجتمعات، في كثير من المواطن يكون الوالد غير موجود، فله أن ينيب غيره
لكن إذنه مشترط ما دام أنه يمكن أن يعلم بذلك، يمكن أن يأذن ويوكل من يباشر الزواج. أما إذا سخط الوالد ولم يقبل بالزواج فلا يفتات عليه في ابنته إلا إذا ثبت أنه عضلها. سيأتي معنى العضل وهو منعها من الكفء، فإنه تسقط ولايته وتنتقل إلى ولاية العاصب الذي هو بعده. فلو فرضنا أنه تقدم إليها عاصب خاطب ثقة كفء ورفض الوالد وثبت أنه عضلها، يعني ليس له سبب وجيه يرفض به الزوج، هذا يسمى عضلا، وسيأتي أنه يسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى الذي يليه. أما إذا لم يكن عاضلا وإنما امتنع لأن الزوج ليس كفءا فإنه لا يجوز أن يتولى زواجها من هو دونه من العصبات. نعم. الحديث الذي ذكره الشيخ لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن هو دليل على المسألة التي قدمها وهي رضا الزوجة، فلا بد من رضاها. لكن إذا كانت ثيبا بمعنى سبق لها أن تزوجت ثم مات زوجها أو طلقت فهذه لا تستحي من التصريح بالقبول، فلذلك شرط الزواج في حق الثيب أن تصرح بالقبول، فهي تستأذن وإذنها أن تصرح بالقبول، فتقول قد قبلت هذا الزوج أو خطبني فلان وفلان، تقول أنا أتزوج فلان بدل فلان، لأنه هذا هي عرفت الرجال وتزوجت من قبل فلا غضاضة عليها في ذلك. أما البكر فإنها تستحي ولا تقول أقبل أو لا أقبل باللفظ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت، يعني إن سكتت فلم تقل شيئا هذا يعني أنها رضيت. أما إن لم ترضى فإنها لا تستحي أن تقول أنا لا أرضى بهذا الزواج، لا غضاضة عليها في ذلك أن تشير بالرفض أو تصرح به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. نعم. إعلان النكاح أيضا شرط من الشروط، بعض العلماء يعبر عنه بالشاهدين وبعضهم يعبر عنه بالنكاح لأنه اختلف بالإعلان، لأنه اختلف هل المشترط هو الإعلان ولا المشترط هو الإشهاد. الذين قالوا إنه يشترط الإشهاد أخذوه من حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث السابق، وهو قوله لا نكاح إلا بولي. جاء في بعض الطرق لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أو وشاهدين مرشدين. أكثر أهل العلم على أن هذه الزيادة ضعيفة لا تصح، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعلان النكاح، ومن ذلك قوله كما في هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف أو بالغربال. فذهب مالك رحمه الله وغيره إلى أن المقصود من الشرط هو الإعلان، بحيث لا يكون زواج سر وإنما يكون زواجا معلنا، فيكفي الإعلان عن الإشهاد. ومعنى هذا أنه لو التقى الزوج بولي المرأة في خلوة ليس معهما ثالث وقال له زوجني فلانة وهي راضية فزوجه بها ثم أعلنا ذلك فالنكاح صحيح، لأن الإعلان ينوب عن الإشهاد. أما الإشهاد فاختلف هل ينوب عن هل يغني عن الإعلان ولا لا، بمعنى لو أنه عقد عقدا فيما بينه وبينه وحضر 2 من الناس فقط، هل يكفي هذا عن الإعلان أو لا بد من الإعلان؟ من أهل العلم من يرى أنه كاف، ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من الإعلان. الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي الصورة المجمع عليها التي لا خلاف بين أهل العلم في أنه نكاح صحيح مستجمع للشروط، وهي أن يعلن النكاح ويكون من ضمن الإعلان الشاهدان، فيكون وقع بشاهدين وإعلان، هذا نكاح صحيح بإجماع علماء المسلمين. إذا وقع بشاهدين من غير إعلان أو بإعلان من غير شاهدين ففيه خلاف، والإعلان بدون شاهدين أثبت من الشاهدين بدون إعلان، لأن الإعلان بدون شاهدين ليس فيه سر، أما الشاهدان بدون إعلان فقد يكون نكاح سر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين النكاح والسفاح الإعلان أو الضرب بالدف اللي هو إعلان النكاح. إذن عندنا 3 درجات: نكاح فيه إعلان وإشهاد، ثم يليه نكاح فيه إعلان بدون إشهاد، بمعنى أنه زوجه من غير أن يكون هنالك شهود،
ثم أعلن ذلك، وقد فعل هذا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. والدرجة الثالثة اللي هي أضعفها هي إشهاد من غير إعلان. نعم. قال رحمه الله: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. نعم. هذا شرط مختلف فيه، نبه عليه الشيخ رحمه الله، مختلف في تفاصيله، وهو أنه هل يشترط أن يكون الزوج كفءا للمرأة أو لا يشترط ذلك. ومعنى كفءا معناها أن يكون معادل لها في بعض الصفات، هل يشترط ذلك ولا لا يشترط؟ أما الكفاءة في الدين بمعنى أن يكون مسلما، بمعنى أن يكون مسلما، فهذا لا خلاف فيه، فإن الكافر ليس كفءا للمسلمة بالإجماع. والله تعالى قال في كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذن الكافر ليس كفءا للمسلمة بأي حال، ولا يجوز أن يزوج بمسلمة. ولو كان مزوجا بمسلمة بحكم الإسلام السابق ثم طرأ عليه الكفر بردة، فإنه يجب أن يفسخ ذلك النكاح، ولا يقر كافر على معاشرة امرأة مسلمة. لكن ما عدا ذلك فيه خلاف. الشيخ رحمه الله هنا يقول: العرب بعضهم لبعض أكفاء، لأن من العلماء من يقول إن غير القرشي لا يزوج بقرشية، وغير الهاشمي لا يزوج بهاشمية. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم بسبب أن العرب وقريش بالخصوص الله تبارك وتعالى فضلهم واختارهم، واختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي الزمن الأول كانوا هم سادة الناس وأشرافهم، وكان من الشرف العظيم والفضل الكبير أن يظفر رجل بقرشية أو هاشمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا المطايا نساء قريش، أرضاه لزوج وأحناه على ولد. فإذا كان من الشرف الكبير والفضل العظيم أن يتزوج الرجل بالقرشية. وربما يحصل العكس، إذا كان الرجل غير قرشي والمرأة قرشية أو هاشمية، تتزوج من ليس كفءا لها من هذا الوجه، تزوج مولا من الموالي يكون مملوك ثم عتق. إذا كان لا يوجد ما يعوض كونه مولا، فإن زواجها به فيه ضرر عليها وعلى أوليائها. ونقول لا يعوض الوصف الذي فقده، اللي هو أن يكون عربيا مثلا أو قرشيا، لأنه قد يكون مولا لكن له من المنزلة والفضل في الإسلام والدين ما يجبر النقص الذي يدخل عليه من جهة نسبه، فهذا لا إشكال فيه. وقد زوج أبو حذيفة مولاه اللي هو سالم مولى أبي حذيفة، هو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، قرشي شريف، زوج مولاه اللي هو سالم من ابنة أخيه وهي هند بنت الوليد بن عتبة. وهذا الزواج فيه فضل وشرف، لكن سالما كان من حفظة كتاب الله عز وجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وله من الفضل ما يعوض ما فاته من النسب. لكن لو فرض أنه لا يكون في هذا الرجل ما يعوض ذلك الفضل، هذا قد يكون فيه غضاضة عن المرأة وأوليائها. فلذلك جاءت هذه المسألة في الفقه: هل يصلح أن تزوج الهاشمية أو القرشية من غيرها؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والمصحح عندهم هو مذهب مالك وغيره في أن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين فقط. أما من جهة النسب فيقول مالك رحمه الله وغيره إن أهل الإسلام بعضهم لبعض أكفاء، كما قال الشيخ هنا: العرب بعضهم لبعض أكفاء، نعممها، نقول أهل الإسلام بعضهم لبعض أكفاء. ولا يعني ذلك أن الكفاءة في النسب ليست معتبرة مطلقا، لأننا قلنا إنه إذا كان نقص النسب ليس في الرجل ما يعوضه، وبحيث يكون في هذا ضرر على المرأة وأهلها، فإن هذا معتبر في الجملة يمكن أن يمنع منه. لكن من حيث كونه شرطا، الشرط هو الكفاءة في الدين فقط، وهي المعتبرة. وقد قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وكثير من أهل العلم يستشهدون في هذا الموضع بالبيتين السائرين في اللذين ينشدهما أهل العلم في هذا الباب، وهو: لعمرك ما المرء إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. إذن العبرة بالدين، فإذا كان الدين والتقوى فلا ينظر إلى وصف آخر. أما إذا لم يكن في الرجل هذاك الوصف من العلم والدين والتقوى، وليس له أيضا من المنصب والنسب ما يكافئ المرأة الشريفة، فمنع منه من منع من أهل العلم، فلا شك أن لهذا وجها في الاعتبار. إذن الخلاصة: الكفاءة في غير الدين ليست شرطا، لكنها معتبرة في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. نعم. إذن الولي شرط في النكاح كما علمنا، لكن إذا لم يوجد الولي أو عضل موليته، لم يوجد بمعنى أنه غاب غيبة طويلة، لا يمكن أن يرسل إليه الخبر بأن فلانا يريد أن يتزوج ابنتك، أو يكون عدم لا بسبب غيبته وإنما لأنه غير موجود. امرأة ليس لها ولي، إما ليس لها ولي حقيقة، كان يكون أولياؤها قد ماتوا أو ليسوا، إما أن يكون أولياؤها كما قلنا قد ماتوا فليس لها أولياء حقيقة، أو تكون لقيطة لا يعرف لها أولياء، أخذت وهي صغيرة وربيت لا يعرف لها ولي، هذه إذن ليس لها ولي أيضا. أو يكون ليس لها ولي حكما، الولي حسا موجود لكن حكما غير موجود، مثل امرأة تسلم وأهلها وعصبتها كلهم كفار، هذه ليس لها ولي حكما، وإن كان لها ولي حسا، لأن الكافر ليس له ولاية على المرأة المسلمة. فما الحل في هذه الأحوال؟ ليس لها ولي حسا أو حكما، أو غاب وليها، هذه تدخل في أنه ليس لها ولي حكما، غاب غيبة طويلة. وكذلك إن عضلها، بمعنى يتقدم إليها كفء يمنعها الولي من الكفء الذي طلبت هي الزواج منه، فإذا العضل يتحقق بالشرطين: كفء يمنعه الولي، وتكون هي طلبت الزواج منه. ففي هذه الأحوال جميعها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، يعني الحاكم أو من ينيبه الحاكم ممن يتولى شؤون المسلمين كالقضاة وولاة الأمصار، هؤلاء يقوم كل واحد منهم مقام الولي في تزويج المرأة. فإن عدم السلطان كما يحصل الآن في بلاد الغرب، كثير من المسلمات أولياؤها كلهم كفار، ولا يوجد قاض يحكم بالشرع في تلك البلاد، لأنهم أصلا يتزوجون زواجا بلا اشتراط عقد، يعني بمجرد الوثيقة فقط، مثل البيع والشراء، وتتولى المرأة ذلك العقد. هل يجوز للمسلمة أن تفعل هذا؟ نقول لا يجوز، لأن الولي في الشرع مشترط. لكن وش الحل؟ الحل أن يتولى تزويجها رجل مسلم يشترط أن ينظر لها في الكفء، رجل مسلم يشترط أن ينظر لها في الكفء ويحتاط لها في المهر، بحيث أنه يتصرف كما يتصرف وليها من جهة الاحتياط لها في المهر والكفء. إن وجد عريف للمسلمين، في بعض البلاد يكون لهم شخص، في بعض البلاد الغربية يكون لهم هيئة رسمية، أو يكون لهم إمام مسجد في الحي، أو يكون شخص كبير في السن قديم في تلك البلاد يرجعون إليه معلما مرشدا، يكون هذا الرجل أولى الناس بتزويج المرأة. وإن لم يوجد مثل هذا الوصف، فأي رجل من المسلمين اختارته لينوب عنها أو يقوم مقام وليها في النكاح فإنه صحيح، بشرط أن يحتاط لها في الكفء والمهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. نعم. الزواج هو عقد، ومن شرط العقد تعيين ما وقع عليه العقد، من جهة أن الشهود حضروا عقدا
الرجل قد يكون له ولي البنت قد يكون له أكثر من بنت غير متزوجة، فلا يصح في العقد أن يقول له زوجني ابنتك ويقول له زوجتك، ولا يدرى هل يقصد هذه أو هذه أو هذه، هذا غير صحيح، بل لا بد أن يقع التعيين إما بالوصف أو بالاسم. يقع بالوصف كأن يكون له ابنتان صغرى وكبرى، يقول له زوجني ابنتك الكبرى، يقول له زوجتك، فهذا تعيين بالوصف. ومن التعيين بالوصف أن تتعين بالانفراد، يكون له بنت واحدة يقول له زوجني ابنتك، هذا صحيح لأنه ليس له إلا واحدة. ولهذا قال الشيخ التعيين مشترط متى؟ لما يكون له غيرها. لما يكون له غيرها التعيين يكون بالوصف أو يكون بالاسم. إذا كان مكاش صغرى وكبرى ووسطى عدد نحتاج إلى الاسم، فيقول زوجني ابنتك فلانة، فيشهد الشهود أن هذا الرجل المعين تزوج من فلانة ابنة فلان. هذا لا بد منه سدا لأبواب النزاع والخصومات. حصل في بعض الأزمن ولا يزال يحصل أنه يخطب الرجل امرأة فيتزوج، ممكن قد يكون ابنتان أو أكثر، هو رأى إحداهما وتزوجها وخطبها، تعطى له غير التي في ذهنه أنه تزوجها، بسبب أنه لم يحصل في عقد النكاح التعيين، وربما يكون مقصودا من أولياء البنت. ولذلك فإن الشرع يشترط في هذا أن يكون على التعيين، وهذه يحتاج إليها الذين يلون عقد التزويج، فإن من البلاء أن يلي عقد التزويج من لا يعرف أحكامه، فأحيانا يمضون عقودا غير صحيحة، هذا لا بد منه. أحيانا يؤتى من جهة عدم معرفته بالقرابة، فتحضر بعض العقود تلقى الولي خال البنت، وهم لا يعلمون أن خال البنت ليس وليا. الذي يلي العقد لا بد أن يكون من العصبة كما قلنا، أو يكون الخال وكيلا عن عاصب لا بأس، يقول ابنها أبوها موجود أو غائب ووكل خالها لا بأس، لكن اللي يلي العقد لا بد أن يعرف هذه الأحكام. أيضا من جهة أخرى قضية التعيين، كثير من الناس يستحون من أن يسمي البنت في مجلس العقد، وهذا من الغرائب التي لا تزال موجودة في هذا الزمن، وهي قد يكون عندها حساب في الفيسبوك باسمها وصورتها، ثم في عقد النكاح يقول ما تسميهاش، يقول البنت وكذا. هذا من الأخطاء التي لا تزال للأسف موجودة، لا غضاضة ولا إشكال، بل هذا هو الأصل. هذه امرأة معروفة بعينها باسمها، يقول الذي يلي العقد هذا عقد القران لفلان على فلانة، ويسميها ويقع عليها العقد بلا إشكال، ولا بد من التنبيه على هذا والتأكيد عليه. وإن كان الحمد لله الآن نقص مثل هذا. أنا أذكر قبل سنوات فقط، ممكن 15 سنة، كان من الصعوبة الكبيرة عند ولاية عقد التزويج أن يقبل الوالد بالتصريح باسم ابنته في مجلس العقد، لكن الحمد لله الآن ضعف هذا. الشيخ رحمه الله وقبله الفقهاء نصوا على هذا بسبب الحاجة إلى التعيين في هذا العقد وفي غيره. لا يصلح أن أنت تروح تشتري شيء تقول بيع لي شيئا أو بيع لي كذا من غير أن تعين ما تريد أن تشتريه بوصفه. قد علمنا أن هذا يسمى الغرر، وهو مما يفسد العقود. فكذلك هنا لا بد من التعيين، بل هو أهم وأوكد من التعيين في البيوع، لأن الضرر الذي يدخل فيه من الغرر أكبر من الضرر الذي يدخل من الغرر في البيوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم، هذا الشرط أخره الشيخ لأنه سينتقل منه إلى الباب الجديد. يقول مما يشترط أيضا في الجملة أن يكون المرأة ليس فيها مانع من أن يتزوجها الشخص، ومعنى ذلك أن لا تكون ممن يحرم على الشخص أن يتزوج بها. وهذا ما عقد له الشيخ رحمه الله الباب بعد هذا، وهو باب في الظاهر طويل، لكنه في المضمون ليس طويلا، لأنه فيه تعداد للمحرمات من النساء اللاتي حرم على الشخص أن يتزوجهن، وهي مضبوطة ومعدودة فلا إشكال فيها. هي من حيث الجملة كما سيذكر الشيخ نوعان: نوع هو تحريم عين، ونوع هو تحريم جمع. وكل منهما قد يكون وكل منهما اللي هو تحريم العين أو تحريم الجمع قد يكون بسبب نسب أو سبب، والسبب إما رضاع وإما مصاهر.
هذا جملة ما يجمع المحرمات من النساء في النكاح. إذن إما تحريم عين، يعني يقال له يحرم عليك أن تتزوج بهذه المرأة مطلقا، أو يكون تحريم جمع، بمعنى ليست هي محرمة لذاتها، وإنما يحرم أن يجمعها مع غيرها، وكل منهما قد يكون هذا الثاني يدخل في تقسيم ثاني سيذكره الشيخ، اللي هو التحريم إلى أمد، ليس التحريم إلى أبد. المحرمات تحريما عينيا هذه محرمة إلى الأبد، أما المحرمة بالجمع فهذه محرمة إلى أمد، يعني تحريم مؤقت ما دام عنده في عصمته أخرى لا يجوز أن يجمعها مع هذه. كل هذه المحرمات إما أن تكون بنسب أو بسبب. بنسب يعني المحرمات من النسب، وهن 7 نص الله تعالى عليهم في القرآن كما سيذكر الشيخ، أو بسبب، والسبب نوعان: مصاهرة أو رضاع، وسيأتي هذا كله مفصلا في كلامه. تفضل. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد 7 من النسب، وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. 7 من الرضاع نظير المذكورات، و4 من الصهر، وهن: أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة. متفق عليه. نعم. إذن بدأ الشيخ رحمه الله بالمحرمات من النسب، وهن المذكورات في الآية من سورة البقرة، الآية 23، الآية من سورة النساء، الآية 23 من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه 7 محرمات من النسب ذكرهن الشيخ. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن ذكر المحرمات من الرضاع أيضا، ثم المحرمات بالمصاهرة. فالله تعالى بدأ بالمحرمات من النسب وهم 7. الأم، والمقصود بالأم هنا ليست الأم المباشرة التي خرجت من رحمها، وإنما المقصود من لها عليك ولادة، وهذا معنى قول الشيخ: الأم وإن علت، يعني الأم وأمها وجدتها وهكذا. فكل من لها عليك ولاية فهي أمك، كل من لها عليك ولادة فهي أمك. البنت العكس، من لك أنت عليها ولادة فهي ابنتك، وتدخل فيها ابنة البنت وابنة الابن وغير ذلك. ونص الشيخ على، قال: ولو من بنات البنت. لماذا نص على هذا؟ ما فائدة هذا التنصيص؟ احنا قلنا البنات يعني من لك عليها ولادة. نعم، أحسنت، لأنه مضى معنا أنه بنت البنت لا ترث، فقد يظن ظن أنه ما دام أنها لا ترث إذن لا تحرم. لا، بنت كل من لك عليها ولادة من أبنائك أو بناتك، من صلبك أو من أبنائك، فهي بنت محرمة. وكذلك الأخوات مطلقا، الأخوات من لأبيك عليها ولادة، من تشاركك في أصلك أو في أصليك أو في أحدهما. في أصليك هي الأخت الشقيقة، أو في أحدهما الأخت لأب والأخت لأم، وهذا معنى قوله الأخوات مطلقا. وبناتهن، بنات الأخ مطلقا، يعني بنات الأخ الشقيق، بنات الأخ لأب، بنات الأخ لأم. وبنات الإخوة، يعني بنت الأخ، مش بنت هذه اللي تقدمت، بنت الأخت، وهذه أيضا بنت الأخ، وبنات الإخوة وبنات الأخوات كلهن محرمات. أيضا العمات والخالات، العمات والخالات، والمقصود بالعمة التي تشارك أباك في أصله، لتشارك أباك في أصليه أو في أحدهما. والخالة التي تشارك أمك في أصليها أو في أحدهما. مفهومة هذه الكلمة؟ ها فيصل؟ في أصليها أو في أحدهما، تشارك أباك في أصليها، مع أصلها هما
أصل الوالدين الأب أبوه وأمه، فهي تشاركه في أصليه، معناها هي أخته من أبيه وأمه، معناها العمة الشقيقة. إذا كانت تشاركه في أحدهما معناها عمة لأم ولا عمة لأب. الخالة نفس الشيء، تشارك الأمة في أصليها أو في أحدهما. نقول هذا من أجل التعميم حتى يفهم أن كلمة الأم أو العمة أو الخالة أو البنت هنا لها مدلول أوسع منها في غير هذا الباب. فإذا هذه هي السبعة المحرمات من النسب المذكورة تباعا في الآية. يقول الشيخ رحمه الله: وسبع من الرضاع هي نظيرة المذكورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن الأم من الرضاع هي الأم التي أرضعتك، إذن هذه محرمة عليك. وكذلك البنت من الرضاع هي كيف تكون ابنة الشخص من الرضاع؟ نعم، التي ترضعه زوجته التي ترضعها زوجته بلبانه هو، يعني زوجته تكون في عصمته وترضع طفلة، فهو يصير أبا لتلك الطفلة من الرضاع. نعم. آخر السبعة في المحرمات من الرضاع قال له أو لأحد أصوله، يعني عمة الأب نعم، عمة الأب. احنا قلنا تشارك الأب في أصوله في أصليه، معناها إذا شاركته في أصليه الأدنين هي عمته هي، إذا شاركته في أصليه الأعلون فهي عمة أبيه، وهكذا. معناها عمته لعمة أبيه كلها عمة في هذا الباب. إذن 7 من الرضاع معناها الأم من الرضاع، البنت من الرضاع، كذلك الأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، كلهن محرمات. إذن هذه 7 من الرضاع تقابل 7 من النسب. هذه المحرمات بالرضاع، والمحرمات بالسبب الأول، المحرمات بالنسب وبالسبب الأول اللي هو الرضاع. يوجد سبب آخر للتحريم وهو المحرمة بالمصاهرة. المصاهرة معناها أن يصاهر إلى أناس بأن يتزوج منهم أو يتزوجوا من عنده، فهذه تحرم بسببها 4 من النساء يحرمن بسبب المصاهرة، اللي هي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. زوجة الأب تحرم بالمصاهرة، وكذلك زوجة الابن، فزوجة أبيك محرمة عليك وزوجة ابنك محرمة عليك وهي محرم، وكذلك أم الزوجة محرم، وبنت الزوجة أيضا محرم، تكون لها ابنة من رجل آخر ثم أنت تتزوج بهذه المرأة، هذه البنت تسمى ربيبة لك فهي محرمة عليك. فهؤلاء 4 من النسوة محرمات بالمصاهرة. لكن الشيخ نبه إلى قيد في بنت الزوجة، أنه لا بد حتى تكون محرمة أن يدخل الرجل بأمها. الله تعالى قال: وبنات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لكن في أمهات نسائكم لم يشترط هذا. قال السلف: أمهات النساء مبهمة، يعني بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة حرمت عليه أمها. لكن في البنت ليس كذلك، قد يعقد على المرأة ثم تموت مثلا أو يطلقها قبل الدخول بها وقبل أن يراها، فله أن يتزوج بابنتها. متى تحرم البنت؟ إذا دخل على الأم. نعم. يقول الشيخ في قيد آخر: وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع، يعني المصاهرة أيضا تدخلها قضية الرضاع، فزوجة ابنه من الرضاع محرمة عليه. فاحنا قلنا زوجة الابن محرمة، فزوجة ابنه من الرضاع تحرم. لو كان له ابن من الرضاع وتزوج هو بتلك المرأة فهي صارت من محارمك، فهي زوجة ابنك من الرضاع. وكذلك زوجة الأب من الرضاع، أب لك من الرضاع، أنت أرضعت من امرأة، زوج تلك المرأة التي أرضعتك بلبانه يصير والدا لك من الرضاع. أم ذلك الرجل وابنته وزوجته محارم لك أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين،
نعم، إذن الله تبارك وتعالى في آية النساء لما ذكر المحرمات من النسب 7، ثم ذكر المحرمات من الرضاع، ثم ذكر المحرمات بالمصاهرة، وهؤلاء كلهن محرمات تحريما مؤبدا. قال الله عز وجل بعد ذلك: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقوله أن تجمعوا بين الأختين هو التحريم بسبب الجمع. فعندنا إذن المحرمات على التأبيد، وهي المحرمة بنسب أو سبب من مصاهرة أو رضاع. ثم يجي القسم الثاني من المحرمات وهو المحرم إلى أمد، معناها محرم تحريما مؤقتا. فهذه عدد من النساء، إما لمانع متعلق بها هي أو مانع من جهة الجمع. بدأ الشيخ رحمه الله بالنوع الأول اللي هو بالنوع الثاني اللي هو المانع بسبب الجمع. فالله تعالى في القرآن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فحرم الله عز وجل على المسلم أن يجمع في الزواج بين أختين، بحيث يكون متزوج من أخت ويتزوج في نفس الوقت أختها، هذا غير جائز. ذكر العلماء لذلك عللا، أشهرها أن الجمع بين الأختين سيؤدي إلى القطيعة بينهما بسبب ما يعلم من المنافسة بين الضرائر. فإذا كانت أختها ضرة لها، هذا يعني أنه سيقطع الرحم بينهما. الله تعالى نص في القرآن على الأختين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنبيها على تعميم هذا الحكم، قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن الجمع ليس مخصوصا بالأختين فقط، بل كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التزاوج بينهما، هاتان يحرم الجمع بينهما. فالمرأة وعمتها، لو كانت تكون المرأة ذكر، الأنثى العمة وش تكون بالنسبة لها؟ عمة. هل يجوز للرجل أن يتزوج عمته؟ لا يجوز. إذن المرأة وعمتها لا يجوز الجمع بينهما. كل امرأتين لو قدرنا أن إحداهما ذكر حرم التزاوج بينهما، هاتان يحرم الجمع بينهما. فإذا كانتا قريبتين، لو فرض أن إحداهما ذكر، يجوز لها أن تتزوج من الأخرى، فهاتان يجوز الجمع بينهما، مثل ابنتي عمه مثلا أو ابنتي عم. لو كانت إحداهما ذكرا يجوز للشخص أن يتزوج ابنة عمه. إذن لا بأس بالجمع بين ابنتي عم، مشي أختين، واحدة ابنت عم والأخرى عم ثاني، فهما ابنتا عم، فيجوز للشخص أن يجمع بينهما، بتكون له زوجتان هما ابنتا عم أو زوجتان هما ابنتا خالة، وهكذا. هذا في حق المحرمات من النسب. إذن كل امرأتين بينهما قرابة نسب، لو قدر أن إحداهما ذكر حرمت عليها الأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما، لأنه سيؤدي إلى قطيعة الرحم والمنازعة بينهن. سبق لنا أن هذا الضابط لو كانت إحداهما ذكر والأخرى أنثى استعملناه في موضع سابق، من يذكره؟ ألم نستعمل هذا الضابط في مسألة قريبة مضت معنا؟ ما هو؟ يا إخوان، يوسف، في العصبة كيف؟ نسيت، معلش. طيب إذا ما نقولش، نكمل. هات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من 4، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. نعم، ليس بخلا بالجواب، لكن باش تراجعوا التقييد فقط. نعم زهير، كيف؟ لا، ليس هذا، لم نستعمله في هذا الموضع. هي هذه المسائل المتعلقة، إذا لاحظتم احنا كنا في مسائل الحج لما تكلمنا على المحرم، قلنا أنه المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وقلنا هنالك أن النسب والسبب المباح هو الرضاع ولا المصاهرة. هذا هو موضع تفصيل هذاك الضابط اللي ذكرناه في الحج. هذا الضابط أيضا اللي هو أن لو كانت إحداهما قدر أن إحداهما ذكر والأخر أنثى، هذا مضى معنا قريبا في مسألة ما عندهاش يمكن 3 أو 4 دروس، راجعوها واللي يتذكرها يفيدنا بها.
طيب، مما يحرم على التأبيد، مما يحرم على لأمد أيضا لا يحرم على التأبيد، هو الجمع بين أكثر من 4. فالله تعالى أذن للمسلم أن يتزوج ب4 لا أكثر. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا يجوز أكثر من 4 في وقت واحد. إذا كان عنده 4 معناها حرمت عليه بقية النساء بسبب أنه عنده 4، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4. حتى يستطيع أن يتزوج لا بد أن يفارق واحدة منهن، تخرج تنتهي عدتها، بعد ذلك له أن يتزوج 4 بدل 4 التي فارقها. قال: ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. هذه مسألة من مسائل الرقيق، كنا أشرنا إلى أن هذه المسائل أكثرها الآن لا حاجة إليه، لكن لا تزال هذه المسائل متخللة أبواب الفقه كله، ولذلك وفيها خلاف. لكن ما دام أن المسألة موجودة لا حاجة بنا إلى الكلام في الترجيح وغير ذلك. هم قاسوها على تنصيف الحدود، فما دام أن على الأمة نصف ما على الحرة من العقاب، فكذلك في بقية الأحكام. في ذلك منازعة، لكن لا حاجة إلى أن نشغل أنفسنا بها. نعم. قال: كذلك أمام ملك اليمين فله أن يطأ ما يشاء، بمعنى أن الله تعالى حدد 4 في الزواج. أما في الملك في الإسلام سبب شرعي للوطئ كالزواج. فالوطئ سبب إباحته في الشرع سببا: الزواج والملك، لكن أحكامهما تختلف. ولذلك كان المناسب في الزواج التقييد ب4، وأما في الملك فليس مقيدا من الناحية النظرية. نعم. قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق البواقي. نعم، هذه أيضا مسألة متعلقة بالمسألة التي مضت، وهي أنه في الإسلام تحرم أكثر من 4، لكن في كثير من الديانات الأخرى لا يتقيدون بال4، قد يتزوج 10 وأكثر، ولا يزال هذا موجودا إلى الآن في كثير من البلاد. إذا أسلم يلزم بحكم الإسلام، يقر على النكاح الصحيح ويبطل النكاح الباطل. فلو تزوج بامرأة يحل له أن يتزوج بها في الإسلام وهو تزوج بها قبل الإسلام، فإذا دخل في الإسلام لا نجدد العقد عليه، يقر على نكاحه. امرأة أجنبية عنه ليست أما ولا أختا ولا غير ذلك من المحارم، وتزوجها بعقد صحيح في دينه، فإننا نقره عليه إذا لم يكن مخالفا لحكم في الإسلام. لكن لو كان مخالفا لحكم في الإسلام، المجوس يتزوجون بأمهاتهم، فلو أسلم لابد أن يفرق بينهم. لو أسلم رجل وعنده أخته من الرضاع زوجه له، يفرق بينهما. كذلك لو تزوج وعنده أكثر من 4 نسوة يختار 4 ويفارق سائرهن. تزوج وعنده أختين يمسك إحداهما ويفارق الأخرى. آخر شيء قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم، هذه 4 مسائل تحرم فيها المرأة على الرجل بسبب يتعلق بها، يتصف بها وصف، يعني ليس التحريم من جهة الجمع، وإنما تحريم مؤقت بسبب وصف تعلق بها في مدة معينة. إذا زال ذلك الوصف زال التحريم، وما دام الوصف باقيا فالتحريم باق. أولها المحرمة، فإن المحرمة لا ينكح ولا ينكح. والثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. قد مضى معنا أن المعتدة في عدة في طلاق بائن فإنه يجوز التعريض لها فقط، أما في طلاق رجعي فلا يجوز. الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، لأن الله تعالى قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالزانية التي لا يعرف لها توبة من الزنا محرمة بنص القرآن. في ذلك خلاف كبير بين أهل العلم، لكن هذا هو ظاهر كتاب الله عز وجل.
أعني بالخلاف يعني هل تشترط التوبة ولا لا تشترط، وهل المقصود بالزانية المعروفة بالزنا أو المقصود بذلك من وقعت في الزنا ولو مرة، في ذلك خلاف وتفصيل لا يناسب ذكره في هذا الموضع. آخرا هي رابعا هي مطلقته 3، فإن طلقها يعني في المرة الثالثة يقول الله عز وجل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. معناها لما يطلق امرأة 3 تطليقات صحيحة ونحكم بأنها الطلقة الثالثة تبين منه بينونة كبرى، ومعنى أنها بانت منه بينونة كبرى أنه لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى حتى تنكح زوجا غيره؟ معناها أن يتزوجها شخص غيره زواج رغبة ويدخل بها ثم يفارقه. كم قيدا؟ 3. زواج رغبة إخراج لنكاح المحلل، معناتها لا يجوز له أن يتفق مع شخص على أن يعقد عليها أو يتزوجها من أجل أن يحللها له، فإن هذا نكاح باطل ويسمى نكاح المحلل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله سماه التيس المستعار. فإذا لابد أن يكون نكاح رغبة، معناها خطبها وتزوجها رغبة فيها، ثم لابد أن يدخل بها، يعني لو عقد عليها فقط لا تحل للزوج الأول، لابد أن يدخل بها. ثم الشرط الثالث أنها لا تبقى زوجته، لأنه إذا بقيت في عصمة الثاني لا يمكن أن ترجع إلى الأول لأنها محصنة ذات زوج، فيفارقها الثاني، فإذا فارقها الثاني حل للأول أن يتزوجها مرة أخرى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.